السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا في اول فيديو على قناتي. والله غير فرحانه اليوم بزاف لانه اول فيديو نشاركه معاكم ونفتتحوا العام الجديد 2026 بطاقه ايجابيه وبحاجه بنينه. اليوم جبت لكم وصفه طمينه الكور بنكهه زمان مع تغيير صغير فقط. نخليكم مع الوصفه ونبداو على بركه الله. اول خطوه راح نحمصوا السميد. عندي هنا 2 كيلو سميد متوسط ماما، راح نحمصوه على 4 مرات على نار هادئه حتى يتبدل لونه ويولي دوغي. بكري جداتنا وامهاتنا كانوا يجيبوا غير كرتون هكذا ويحمصوا به السميد تاعهم. كما راكم تشوفوا هنايا. شوف اللون تاعو كيف رجع شباب. انا حمصته هنا على حبه، تبقاي هكذا تحركي فيه حتى يتحمص مليح. في قصعه نكيل السميد اللي حمصناه. انا كيلته بالقط هذا تاع العسيلات مرجان، جاوني 3 قواط ماشي معمرين. عند الحزه هكذاك، وصلت عند الحزه ديك الزرقاء. راهم في القصعه 2 عبار وراح نزيد الثالث. بنفس القوط هذا راح نعبر 1 مارغرين ذايبه، وعبر عسيله مش معمره وتكون سخونه لاني راح نعوض الباقي بالتمر. راح نكح السميد تاعي بمغرف كبيره لافاني ومغرف صغيره ملح. صدقوني البنات لافاني هنا راح تعطي واحد الطعم هايل للطمينه تاعنا. كإضافة راح نزيدو هنا حلوة الترك، وحلوة الترك هنا اختيارية، تقدروا تستغنوا عليها. راح نزيد كاس كاوكاو محمص مليح ويكون رقيق. انا رحيته هنا رقيق. نعرفوا باللي الكاوكاو كي يتحمص مليح راح يعطي نكهة هايلة للحلويات تاعنا. نخلط النواشف كامل مع بعض. نزيد هنايا التمر. انا التمر هذا عندي تمر طري بزاف، قطعته قطع صغيرة وضفته للنواشف. نسيي كيف هذاك التمر كامل ندخله في التسميد تاعي وندمجهم كامل مع بعض. نروحوا ليزيبيس. ليزيبيس دوك تبداو تتسائلوا العقاقير في الطمينه، جربوها برك وردوا لي الخبر. عندي هنا مغرف صغيره حرور اللي هو فلفل اسود، ومغرف كبيره نروحوا حتى 2 ملاعق كبار قرفه، ومغرف كبيره راس الحانوت. على ذكر راس الحانوت تفكرت جداتي الله يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين، جامي دير راس الحانوت من القط تاع لي زيبيس اللي في الكوزينه. كانت تجيب من عند العطار راس الحانوت حب وتدقوا بالمهرز تاع النحاس، تدق وتصير تدق وتصير حتى ترطبوا، واللي يدخل من برا يحس باجواء الاحتفال من هذيك الريحه الشابه والقويه تاع راس الحانوت. بعد ما حطينا لي زيبيس رايح نجمع الطمينه تاعنا بكيلة مارغرين ذايبه ونخلطها مليح بالملعقه تاع الخشب حتى تدخل كامل ذيك المارغرين السميد تاعنا. هنايا استعملت يدي باش ندخل مليح هذيك المارغرين في الطمينه. راح نزيد درك كيلة عسيلة المرجان. كيلة هنا تاعي ما عمرتهاش، انا دات لي 800 غرام. العسيلة سخنتها مليح وضفتها للخليط تاع الطمينه. خلط كل شيء بالملعقه تاع الخشب هذه لانه الخليط هنا راه سخون بزاف، لكن من بعد نعجنها مليح بيدي باش السميد تاعنا يتشرب مليح هذيك المارغرين والعسل، ونخلط كلش مع بعض ونخلي الخليط تاعنا يرتاح.
شوفوا البنات، هنا خليت الطمينة تاعي حتى ولات دافية وجيت نخدمها بيدي. راح نعجنها مليح بين يديا. كما راكم تشوفوا هنا، ما تخافوهاش، خدموها مليح بين يديكم وعجنوها. هذه الخطوة هنا تساعد باش الطمينة تبقى أطول مدة ممكنة هي طرية. بعد ما عجنت الطمينة تاعي مليح، خليتها ارتاحت واحد الساعتين هكذاك، وجيت نخدمها كرات. صراحة أنا البنات أنا ما نحبش الطمينة كبيرة بزاف، نديرها كرات غير صغار، على الأقل اللي يرفد حبة ياكلها يقدر يكملها. هذه هي. شوفوا الحجم اللي نديرها عليه أنا متوسط، ما هي كبيرة ما هي صغيرة. نكمل نكور كامل الطمينة تاعي ونشوفوها في صحن التقديم. ها هي كرات الطمينة واجدة معروفة في ولاية شلف بطمينة الكور. أنا العبر اللي درته قطع لي 52 حبة. شوفوا لي شكلها والله غير شهي، وطعمها يرد كل أيام زمان كي كانت جداتنا يحضروها في المناسبات. هذه كانت وصفتنا لليوم، نتمنى تجربوها وتعجبكم وتزينوا بها طاولة رأس السنة الجديدة. ما تنساوش البنات ديروا اشتراك للقناة وتفعيل الجرس، لأنه جايين وصفات بزاف بنان وأفكار وتدابير المطبخ التقليدي العصري إن شاء الله. عام سعيد، وكل عام وأنتم بخير وصحة وهناء ومحبة، وكل ما تتمنوا يتحقق بإذن الله.